السلام الحباب، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. كما كتلاحظوا معايا في هذا الفيديو غادي نوجد معكم واحد الكيك بكريمه ديال الحامض. كما كتلاحظوا غادي نشارك معكم مقادير ديال الكيك، وغادي نشارك معكم الطريقه ديالي اللي كنوجد بها كريمه ديال الحامض، طريقه ناجحه ومضمونه وكتوجد لك مضمونه، زعما كتنجح ليك، تقدري تستعمليها في بزاف ديال الوصفات كريمه الحامض. كما كتلاحظوا هادو هما المقادير ان شاء الله اللي عندي هنايا 3 البيضات، عندي 2 خمارات حمرين، ساشي ديال فاني، عندي هنا عصير ديال الحامض، عندي 2 كيسان ديال الدقيق، عندي كاس الا ربع ديال السكر سنيده، كاس الحليب، كاس الا ربع ديال الزيت، وقشور ديال الحامضه. كما كتلاحظوا هنايا المول اللي كنستعمل هو درتو بالزيت ودرت ليه الدقيق. ضروري البنات يكون عندك داك المول بحال المول العجيب ولا هذا، ضروري تكون فيه ديك الخويه هكا في الوسط تما فين غادي تكبي ديك الكريمه ديال الحامض. ان شاء الله تبعوا المراحل من الاول حتى للاخير، غتجيكم ناجحه من اول تجربه، غتعجب الكبار والصغار. وما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم والكومنتيرات اللي كيحفزوني نحط لكم اكثر واكثر ديال الوصفات. كما كتلاحظوا هنا كناخذ البيض كنديرو في الاناء عندي بهذه الطريقه. كما قلت لكم راه مقادير ديالو اقتصاديه، ماشي شي حاجه مكلفه. بالنسبه للبنات هاد الكيسان باش كنعبر راه نفس المقدار ديال كاس العنبه، راه العبار ديالهم بحال كاس العنبه تماما. كما كتلاحظوا درت هنا 3 البيضات، كاس قله ربع ديال سكر سنيده، والساشي عفوا ديال الفاني. وغادي نخلط الخليط ديالي. تقدري تستعملي حتى الطراب الكهربائي ولا تستعملي غير الطراب اليدوي على حسب الرغبه ديالك. وهنا كنخلط داك البيض مع السنيده مع الفاني. نحاول نذكركم عفوا بالمقادير، عندي كاس قله ربع ديال سنيده، وكاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، وكاس ديال الحليب، وجوج كيسان ديال الدقيق، وقشور حامضه، وجوج خمارات ديال الحلويات، والساشي ديال الفاني، عفوا وثلاثه البيضات. هادو هما المقادير اللي عندي. وبالنسبه للمقادير راه كنخليو لكم في صندوق الوصف، باش ان شاء الله اللي بغى يقيد المقادير راه كتلقاها في صندوق الوصف. انا من بعد ما درت داك البيض والسنيده والفاني وقشور حامض كنضيف عليه داك كاس الا ربع ديال الزيت، وكنكمل التحراك ديالي. كما قلت لكم غير جربوها كتجي غزاله ما شاء الله. هكا الكوتي ولا هكا الا جاو عندك الضياف على غفله كتحاولي تنوعي في الطبيله ديالك ديال الكوتي، كتجي زوينه لا في المنظر لا في المذاق ديالها. ما غادي تخسروا والو البنات الا خليتوا لي واحد اللايك، ضروري من اللايك باش كنعرف ان الفيديوهات كينالوا الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا من بعد كنضيف داك الكاس ديال الحليب سائل. كما قلت لكم بالنسبه لهاد الكيسان اللي عندي راه نفس العبار ديال الكيسان ديال العنبه، وعندي مقادير مضبوطه، والكيك جاتني هي هذيك المقادير ديالها مضبوطه، ما غتزيدي والو. بالنسبه للدقيق تماما 2 كيسان ديال الدقيق هما اللي استعملت. كنضيف هنايا من بعد ما درت الكاس الاول ديال الدقيق كنضيف الساشي ديال خميره الحلويات. كما كتلاحظوا استعملت 2 خمارات ديال الحلويات. كما كتلاحظوا نضيف الخميره الثانيه. وكما كنقول لكم دائما اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه ولا بغاني ندير معاه شي وصفه يخلي لي في الكومونتيرات، راه كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين. وبارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاحباب باش ان شاء الله تعم الفائده. كما كتلاحظوا كنحاول نخلط داك الخليط. بالنسبه للدقيق راه كنضيف شويه بشويه. هما اصلا 2 كيسان ديال الدقيق اللي داليا، غير ملي كتضيفي الدقيق ضيفي شويه بشويه وحركي. كما كتلاحظوا كنضيف شويه بشويه ديال الدقيق وكنحرك. كما قلت لكم راه المقادير مضبوطه. نحاول نذكركم بالمقادير، عندي كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع سكر سنيده، 2 كيسان ديال الدقيق، كاس ديال الحليب، 2 ساشي ديال خميره الحلويات، ساشي ديال الفاني، قشور حامضه، و3 البيضات. هادو هما المقادير اللي عندي. وبالنسبه عندي عصير ديال الحامض اللي وريتكم من قبل، غادي نستعمل منه تقريبا 2 معالق في الكيك، وعاد باش من بعد غادي نديرو حتى في كريمه ديال الحامض اللي غادي نوجد معكم ان شاء الله. هانتوما البنات كما كتشوفوا القوام ديال الخليط كيجي على هذا الشكل. كما كتلاحظوا دابا هذا كاس ديال الحامض كما قلت لكم غنضيف منه تقريبا 2 معالق في الخليط ديال الكيك، والباقي غادي نستعملو في كريمه ديال الحامض اللي غادي نوجد معكم ان شاء الله. كما كتلاحظوا كنضيفوهم حتى المرحله الاخيره،
وتنحرك الخليط ديالي على هذا الشكل، ومن بعد كنخويه في المول اللي عندي. بالنسبه للماء قلت لكم ضروري يكون عندكم المول اللي كتكون فيه الخويه من الداخل، تما فين غادي تكبوا ديك عفوا الكريمه ديال الحامض. مما كتلاحظوا كاين داك المول العجيب، كاين اشكال مختلفه ديال المولات كتكون فيهم ديك الخويه من الداخل. هانتوما البنات كناخذ المول ديالي كما كتلاحظوا اللي درتو من قبل بالزيت ودرت ليه الدقيق. كنخوي الخليط ديال الكيك كما كتلاحظوا كيجي خفيف القوام ديالو. كنخوي داك الخليط كامل. وبالنسبه للبنات الفران، عندي انا فران ديال الغاز كنشعلو غير من التحت حتى يسخن ليا تماما. كندير الكيك ديالي الفوق حتى كيطيب ليا، كنهودو لتحت كيتحمر صافي وكتكون واجده عندي. هانتوما كنحاول نخوي الخليط كامل في المول عندي بهذه الطريقه. كما قلت لكم ما تنساونيش من الكومونتيرات واللايكات ديالكم، وبارطاجيو القناه ما امكن لتعم الفائده. كنحاول دائما ندير لكم وصفات اقتصاديه غير مكلفه واللي يقدر الجميع انه يجربها. وبالنسبه اللي كيجرب الوصفات ديالي ولا هذا يخلي لي في الكومونتيرات. ومرحبا بالناس الجداد معنا، دائما كنحاول نرحب بهم، ان شاء الله القناه تكون لها استفاده. وهادو البنات المقادير اللي غادي نستعمل في كريمه الحامض. عندي 2 كيسان ديال الحليب، عندي نص كاس ديال السكر سنيده، عندي هنا النكهه ديال الحامض راه كتبع ماني الحلويات، عندي فلون ديال الفاني، وعندي عصير ديال الحامض اللي بقى ليا من الخليط ديال الكيك، وعندي هنا معلقه كبيره ديال مايزينا. كما كتلاحظوا كناخذ كاسرونه بهذه الطريقه. بالنسبه للبنات هذيك النكهه ديال الحامض راه كتبع عند مالين الحلويات. كما كتلاحظوا كندير دوك 2 كيسان ديال الحليب، هانتوما حليب بارد. كنضيف عليه كذلك داك نص كاس ديال السكر سنيده. هاد الطريقه كنضيف كلشي على البارد عاد باش من بعد غنديرهم فوق البوطه. وكنضيف داك الفلون ديال الفاني. ضروري البنات تاخذوا فلون ديال الفاني، ما تستعملوش شي فلون اخر. انا ضروري في هاد الكريمه ديال الحامض انه يكون فلون ديال الفاني. كما كتلاحظوا كنضيف داك فلون ديال الفاني بهذه الطريقه. كتاخذوا غير هاد الصغير، ما تاخذوش داك الكبير، غير هاد الصغير راه كافي. كما كتلاحظوا الفلون ديال الفاني ضروري، ما تستعملوش شي فلون اخر. عندي هنا معلقه ديال مايزينا، معلقه كبيره مملوءه كما كتلاحظوا. كما قلت لكم كتخلطوا كلشي العناصر ديالكم مع البارد عاد باش من بعد غادي ديروهم فوق البوطه. بالنسبه لبنات الكريمه انا راه صورت معكم غير هنايا، ما صورتش معكم فوق البوطه. مما تلاحظوا كندير الخليط ديالي فوق البوطه حتى يغلى ليا تماما وكتماسك ليا الكريمه. كنضيف عليها شويه ديال عصير الحامض اللي خليت من الخليط ديال الكيك. عاد باش من بعد ما خرجت الكيك كنخليه يبرد ليا تماما. والكريمه كتكون دافيه. كنخوي الكريمه على الكيك وكندخلها للثلاجه باش تماسك ليا كما كتلاحظوا. وان شاء الله نوريكم النتيجه ديالها في الاخير كيفاش جات. وكيبقى تزيين اختياري على حسب نتي باش بغيتي تزينيها. كما كتلاحظوا من بعد ما ضفت هذيك النكهه ديال الحامض كنخلط الخليط ديالي. كما قلت لكم بالنسبه لعصير الحامض راه حتى كطيب ليا الكريمه تماما وتماسك. كنطفي على البوطه عاد واش من بعد كنضيف تقريبا 2 معالق حتى 3 ديال عصير الحامض. كما كتلاحظوا بهذا الشكل. هانتوما البنات من بعد ما وجدت الكيك ديالي كتجي على هذا الشكل. كما قلت لكم عقدت لي ديك الكريمه، عفوا حتى كتبرد لي الكيك تماما والكريمه كتكون دافيه. وكنخويها على الكيك ديالي على هذا الشكل وانا زينتها بهذا الشكل. وكيبقى تزيين اختياري على حسب المتوفر عندك وعلى حسب الرغبه. كما كتلاحظوا الكيك كيفاش جات، عفوا كجات مهويه ومفشفشه. ما كتلاحظوا الشكل ديالها. بالنسبه لكريمه الحامض كما قلت لكم درتها حتى عقدت ليا فوق البوطه مزيان. عاد باش تفوت عليها وضفت لها شويه ديال عصير الحامض ومن بعد كبيتها على الكيك اللي كانت بردات ليا من قبل ودخلتها للثلاجه وكتجي على هذا الشكل. هانتوما البنات غير جربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم وتعجب الكبار والصغار. وما تنساونيش من واحد اللايك واحد الكومونتير وبارطاجيو الفيديو ما امكن مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. ما كتلاحظوا الشكل ديالها كيفاش كيجي غزال ما شاء الله، لا في المنظر لا في المذاق. اللي غادي تحمر لك وجهك
قدام الضياف ديالك. هكا بالنسبة للكوتي. خليتكم في أمان الله وحفظه، إلى فيديو قادم إن شاء الله.